السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة طبخ ونصائح خديجة في فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا صابلي ديامون اللي سهل في التحضير وبالخصوص سراع، ما كياخدوش الوقت. ممكن وانتي كديري غداك توجديهم وتخليهم في المجمد حتى تسالي وتقطعيهم، وهالحلوة عندكم واجدة. كيجيو هائلين وبالخصوص مقرمشين وهشاشين في نفس الوقت، والاهم انهم غير مكلفين. ونخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا طريقه ديال التحضير والمقادير. وبالنسبه للمقادير فعندي هنا نص كيلو ديال الفورص كل نوعيه مزيانه، وربع ديال الزبده. عندي هنا الزبده الصفراء كيف كتشوفوا، كاس ديال السنيده، فاني، جوج بيضات فخديت الصفر ديالهم غادي نحتاجو في العجين. وبالنسبه للبيض فغادي نخليه حتى الاخر، فرقت الصفر على البيض. وجوج ديال الفرماجات، خديت 3 المشماشات على هذا الشكل قطعتهم قطع صغيورين. وعندي هنايا بواطه ديال الفواكه المعسله اللي كتشوفوا. وغادي نحتاج حتى كاس اخر ديال السنيده. وبسم الله نبداو على بركه الله. فخديت الزلافه اللي غادي نعجن فيها، غندير فيها قبيصه ديال الملح كيف كتشوفوا، وجوج ملحوحه ديال البيض، الزبده تخليوها بحرارة المطبخ، ما تكونش باردة في الثلاجة. وغادي نضيف عليها الفرماج هذا مثلثات، فاني، كاس السنيدة، والمشماش اللي قلت لكم 3 القطع قطعتهم. وهذه البواطه ديال الفواكه المعسله، صافي نخلطوا العناصر ديالنا ولا الحشوه ديال العجين ديالنا. فكنأكد لكم هاد لي ديامون كيجيو زوينين وكيبانوا قاصحين، ما هما هشاش كيدوبوا في الفم. وكنبدا نضيف بشويه بشويه الفورص اللي راني غربلته من قبل. وإلا لاحظتوا معايا فراني ما كندلكش، راني كنحاول نجمعها بلا ما ندلكها، غير بالرؤوس ديال الاصابع. غير بشويه بشويه تتجمع، هي راه كتحضر بسهوله ودغيا كتوجد. كيف كتشوفوا غير بالرؤوس ديال الاصابع كنحاولوا ندخلوا الدقيق ديالنا. فكتبان ليا مازال محتاجه الفورص.
فانا كنحاول نزيد ندخل الفرن وعلى هذا الشكل كيف كتشوفوا كيبغي يكون. شفتوا راني ماشي مرخوفه، راه شاده في راسها العجين. انا درت نص كيلو نقص منه غير كاس حيت الفرص ديالي دغيا شرب. هذا هو الشكل ديالها هكا كيف كتشوفوا. فحيت العجين من زلافه وغادي نقسمو على هذا الشكل. كيف كتشوفوا كنحاول نقادهم طوال على هذا الشكل. بنفس الطريقه نكمل العجينه كامله اللي عندي، وكتحاولوا معاه على هذا الشكل باش ما يتحلش ليكم، حيت بهاد الحشوه اللي فيه اولا هاد الفواكه المعسله اللي عندي كتحل العجينه. على هذا الشكل كديروا ليه حتى تكملوا المستطيل كامل. وهذا هو العبار اللي يكون فيه. هما ديجا كيجيو صغار وزوينين. بعد ما حربلتهم او قاديتهم على هذا الشكل كيف كتشوفوا، كتحاولوا معاهم حتى يتقادوا لكم يكونوا متساويين مع بعضياتهم. انا درت لهم كيف كتشوفوا لتحت فيلم اليمونتير غير باش ما يلصقوش ليا، ولا ما بغيتوش ماشي مشكل. المهم انكم تدخلوهم دابا الكونجيلاتور الفريغو، تخليهم من نص ساعه حتى ساعه حتى تشد مزيان في راسها قبل ما نقطعوها، باش ما تفرتت ما والو، تشد ليا مزيان في راسها. انا غادي ندخلهم الكونجيلاتور ونرجع معكم. وبعد ما دازت ساعه كيف كتشوفوا راني جبدته على هذا الشكل كيكون هو قاصح. دابا غادي يجيني في التقطاع. قبل ما نقطعوه نبداو ندهنوه عندي هنايا كيف قلت لكم في اول الفيديو عندي جوج ديال البيض البيض، درت فيه شويه الخل والسنيده كيف كتشوفوا راني خويتها فوق سطح العمل اللي غادي ندير لا نخدم فيه. كدهنوا على هذا الشكل. كيف كتشوفوا راني حاولت نصوص شويه، كنعمرو مزيان في الاخر كنصوصو شويه. هذا هو السنيده الحرشه، السكر الخشن صافي. وبنفس الطريقه ندير الاخرى حتى بنفس الشكل كندهنوها مزيان بيض البيض مع الخل. الخل دايره غير شويه باش يهرس لينا هذا الزفوره ديال البيض، غير نقيطات. راه كيجيو زوينين وبنان بزاف، ما تسخاوش تحيدوهم من فمكم. صافي دابا غادي نقطعو. غنقطع معكم نوريكم الطريقه حتى نكمل انا الكميه اللي عندي. تحاولوا ديرهم متساويين.
وبعد ما كملت تقطاع كيف كتشوفوا راني ستفتهم، ولا لاحظتوا راني ستفتهم بعاد على بعضياتهم باش في الطياب ما يتلاصقوش ليا، حيت هو راه غادي مع الزبده غادي يبدا يتزايد شويه. فمن الاحسن ما تلاصقوهمش مع بعضياتهم. وبالنسبه للفران فتسخنوا الا كان ديال الضوء، سخنوه على ما بين 150 حتى 60، حيت هي كتبغي طيب على عافيه مهيله باش تجي لينا لون واحد وما تلهبش مع فيها الزبده، ما خاصهاش تلهب. وبالنسبه الا كان الفران ديال الغاز فراه ديروا اقل عافيه عندكم، شي عافيه مهيله باش طيب على خاطرو وقابلوها. ولا طابت شي وحيدات هي من الاحسن ما تحيدوهاش وهي باقا سخونه، خليوها حتى تبرد باش تشد فراسها. فمني نخرجها من الفران نرجع معاكم. وبعد ما خرجناهم من الفران كيف كتشوفوا جاو هائلين، وبالخصوص انه المذاق ديالهم جا زوين بزاف، مقرمش وفي نفس الوقت كيدوب في الفم. فنتمنى تجربوهم ويعجبوكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلام عليكم.